العيد مبتسما يحيي اليوم أوطانا، وعاد لنا اليوم غنا تحيات وعرفانا. ألا حييت من عيد أتانا بعدما بانا، أتانا وهو مبتهج يزف الأنس ألوانا. أطل العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان الأكمال على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك. من قناة سلام الفضائية نقدم لكم أجمل التهاني وأحلى التبريكات بحلول عيد الفطر، بحلول عيد الأضحى المبارك وليس عيد الفطر المبارك. الحمد لله الذي متعنا بالصحة والعافية وأمد في عمرنا حتى وفقنا لأن ننهل من العشر الأخيرة التي قال فيها النبي صلى العشر الأولى من شهر ذي الحجة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ومن أجل هذه الأعمال وأفضلها وأطهرها وأحبها إلى الله عز وجل عيد الحج الأكبر أو يوم الحج الأكبر، الذي هو عيد الفطر، الذي يحصل فيه صلاة عيد الأضحى عفوا، ويحصل فيه صلاة الأضحى صلاة العيد، وكذلك يحصل فيه أيضا تقديم القرابين والأضحيات لله عز وجل ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة وفي هذا الاحتفال والاحتفاء بعيد الأضحى المبارك لعام 1443 أرحب بضيوفي الكرام من داخل الاستوديو الدكتور حسن سلمان الداعية المعروف، ومن خارج الاستوديو الأستاذ أحمد شريف الإعلامي المبارك المعروف أيضا، والشيخ محمد عبدو أبو عبد الرحمن صاحب البسمة المشرقة. فأهلا وسهلا بالجميع، يا مرحبا بكم. ونبدأ بالتهنئة والتبريكات والتعليقات بالأستاذ أحمد شريف، فأهلا وسهلا به، والميكروفون بين يديك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك شيخنا الفاضل شيخ برهان، والتحية للدكتور حسن سلمان، والتحية للشيخ أبو عبد الرحمن. كنت أتمنى أن أستمع وأساتذتي الكبار وحضرتك فضيلة الشيخ، ثم أدلي برأيي والعيدية، يعني أزح الميكروفون إلى أحدهما أو لك شيخنا الفاضل، بعد ذلك أتحدث. فتأدبا خلينا أنا يعني أعود بعد أن يبارك الجميع، وبارك الله فيك. الله يجزيك خير أستاذ أحمد، هذا من تواضعك، حفظك الله ورعاك. إذا نتوجه إلى شيخنا دكتور حسن سلمان ليعطينا نبذة عن أهمية وفضل هذا اليوم، يوم الحج الأكبر كما سماه ربنا عز وجل، اليوم الذي تجتمع فيه أعمال كثيرة كما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وها هنا دائما نحن نستفيد من شيخنا يعني الشيخ حسن سلمان، أطال الله في عمره وبارك في عمله، فإلى كلمته جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأعياد في الأمم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من شعائر أديانها، وقد كان لكل أمة عبر التاريخ أعياد دينية، وكذلك قد تكون لها أعياد أخرى. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أهل الجاهلية لهم أعيادهم، فكان في كل مرة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هنالك عيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه أمته عليه الصلاة والسلام، قال: لقد أبدلنا الله بخير الأعياد، أبدلنا بعيدين أو أبدلنا بيومين بدلا عن أيام الجاهلية، فهذان اليومان هما
عيد الفطر المبارك وكذلك عيد الحج الأكبر أو عيد الأضحى. وبالتالي التفاعل معه والفرح به والاستعداد له وتهيئة المناخ بشكل عام لهذا اليوم يعد من شعائر الله سبحانه وتعالى ومن تعظيمها، لأن الله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني هذه القضايا التي نعيشها هذه الأيام، الفرحة، إدخال السرور على الأسر، التزاور بين الناس، التراحم بينهم، القيام بالقربات أيا كانت، سواء كان إهراق الدم أو ما يقوم به الحجاج، كل ذلك يندرج في مسألة الشعائر التي هي مقصودة لله سبحانه وتعالى ويريدها الله سبحانه وتعالى ويحبها الله تبارك وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد من أفضل الأعمال في هذا اليوم إهراق الدم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوجد عمل أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى في يوم العيد مثل أن يراق دم أو يهراق هذا الدم، لأن ذلك سبحان الله مما أمر الله تبارك وتعالى به، وهو من محبوباته على كل. وفي نفس الوقت أيضا يعني أنقذ الله تبارك وتعالى في هذا اليوم ذبيحا من الذبائح التي كان يمكن أن تكون سنة بشرية لو أن الله سبحانه وتعالى أمضاها، ولكن من لطف الله ورحمته. وهنا مسألة مهمة جدا سبحان الله، أن الشريعة الخاتمة شريعة تيسير، وإلا هنالك شرائع فيها التعسير كثير جدا وفيها الأغلال والآثار. فأراد الله سبحانه وتعالى بهذه الحادثة التي وقعت عند إبراهيم عليه السلام مع إسماعيل عليهما السلام جميعا، فإن ذلك دلالة تيسير. وبالتالي السلام الذي جعله الله سبحانه وتعالى لإبراهيم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا، يعني الله يشير إلى قضية السلام بالنسبة لإبراهيم عليه السلام في الآخرين: سلام على إبراهيم. هذا السلام سبحان الله، وكأنما هذه النجاة التي نجاها الله سبحانه وتعالى بأقداره في هذا اليوم، وأبدل الذبح البشري أو الذبيح البشري أبدله بذبيح حيواني، هذه من أفضال الله سبحانه وتعالى. وكأنما يشار في ذلك إلى الملة الإبراهيمية كذلك، لأن نحن ملة أبيكم إبراهيم كما قال، فملتنا هو ملة إبراهيم عليه السلام. نستحضر عموما في هذا اليوم أيضا الملة الإبراهيمية. وهنا عندما نتكلم الملة الإبراهيمية علينا أن نكون مستحضرين بشكل واضح وبشكل أيضا مناقض لما يحاول البعض أن يروجه من قضية التخليط بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر وبين الضلال والهداية. فنحن الملة الإبراهيمية في حقيقتها تقوم على توحيد الله سبحانه وتعالى، تقوم على الولاء والبراء، تقوم على الامتثال المطلق لأمر الله سبحانه وتعالى، تقوم على التسليم التام لله عز وجل. فلما أسلم وتله للجبين، لاحظ هنا أسلم إبراهيم لربه وأسلم إسماعيل لربه، وأسلمت قبل ذلك أمه أيضا عندما قالت: الله أمرك بذلك. هذه المعاني كلها سبحان الله نستحضرها في هذا اليوم، ونحن نعتبر هذا اليوم تعظيمه والوقوف عنده والوقوف عند أحكامه والاستعداد له والفرح به هو مما يعني يندرج إن شاء الله في تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى. وهي على كل تدخل كذلك في الأيام المعدودات التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها أيضا في سورة البقرة، يعني عندما أشار إلى في أيام معدودات، في أيام واذكروا الله في أيام معدودات. فهذه الأيام تعد من الأيام المعدودات التي يكون فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم الشيخ حسن سلمان على هذا البيان الطيب والطرح الجميل. وننتقل الآن بالميكروفون إلى الشيخ محمد عبده أبو عبد الرحمن. الله يحفظ. الشيخ محمد عبده غير موجود معنا؟ طيب أعيد التواصل معه. إذا نعود إلى أستاذنا الكبير الأستاذ أحمد شريف فنسمع إلى تعليقه حول ما ذكره الشيخ حسن سلمان، وحول ما أيضا لم يذكره الشيخ في أحكام العيد، وكذلك أحكام حج يوم الحج الأكبر، وكذلك من أحكام أيام التشريق وما يحصل فيها من أكل وشرب وذكر الله عز وجل، وكذلك ما يذكر أيضا من أحكام التكبير المطلق والمقيد. فإلى الأستاذ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى،
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المصطفى المجتبى. أولا دعني شيخنا الفاضل الشيخ برهان أعبر عن سعادتي الغامرة وسعادتي الكبيرة للمشاركة معكم مع فضيلتكم والشيوخ الأجلاء في هذه الجلسة المباركة التي تأتي في أيام معدودات كما ذكرها فضيلة الشيخ الدكتور الشريف حسن سلمان، وهي أيام مباركات من أيام الله عز وجل. كذلك سعادتي غامرة أيضا أن نحتفل وإياكم ونصل إلى أهلنا وأحبابنا في داخل الوطن الأسير وفي معسكرات اللجوء والشتات. وإن الأعياد كما ذكر فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان هي هبة من الله سبحانه وتعالى أعطاها للمسلمين، وفي هذه الأعياد يباح ما لا يباح في أيام أخر من تيسير في الحياة وسعة في التمتع المشروط المباح، وكذلك الالتفات إلى ما لا يمكن أن يلتفت به في الأيام العاديات. وفي الأعياد فسحة للمؤمن أن يستمتع بأيامه، وفي ذلك الوقت في نفس الوقت أيضا هي منحة من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وينظر إلى عباده. وفي هذا العيد الحج الأكبر والعيد الأكبر يكفي المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى خاصة لمن صام يوم 9 من ذي الحجة فإنه يغفر له عاما قبل وبعد، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى، إذ يباهي الله عز وجل ملائكته وجميع خلقه بأن يقول اذهبوا فقد غفرت لكم. وإن أيام الحج الله سبحانه وتعالى كان يعلم إن الإسلام والمسلمين خاصة سيمرون بمثل هذه الظروف التي نمر بها، تراجعات في كل الاتجاهات سياسية واقتصادية وثقافية، وأن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه كما يقال. وأنا دوما أتخيل بخيال متأمل شاعر وإعلامي أقول لو لم تكن هنالك أعياد في هذه الحياة والمنقصات كثر طبعا، كيف كانت ستكون حياتنا؟ فهذه الأعياد كأنها استراحة. الله سبحانه وتعالى كما أشار الدكتور حسن يعني منحنا الله سبحانه وتعالى أن نستريح فيها ونتنفس فيها قليلا قليلا. وأحكام العيد هي معروفة ولا تحتاج مني إلى تفصيل كثير. وفي أيام التشريق منحة أخرى حيث التكبير والتهليل، كذلك التكبير طبعا يعني حتى العلماء وأنتم لا يفتوا وأكثر من مالك في مدينتكم الطاهرة قناة سلام الإعلامية، ولكن كل التكبيرات جائزة ما لم تجنح وتخرج خارج الوحدانية والربوبية، تأكيد الوحدانية والربوبية الله سبحانه وتعالى. ولكن هنالك تكبيرات وتهليلات معروف عنها من الدين بالضرورة، لكن برضو شوف يعني منة من الله سبحانه وتعالى قد تكون يعني في الصلاة المفروضة لا بد أن تؤدى بعربية فصيحة سليمة قرآنا وما إلى ذلك كما تعرفون أنتم أكثر مني. ولكن في مثل هذه التكبيرات الناس يلهجون، فلو كان شرطية التبتل إلى الله والتوكل عليه والدعوة والاستجابة وطلب المغفرة باللغة العربية، كيف كان سيكون أمر الحجيج الذين يعني يفدون من كل فج عميق إلى بيت الله سبحانه إلى الأرض الحرام، وكل يلهج بلغته وكل يلهج بلسانه، والله سبحانه وتعالى خالق الألسنة يستمع إلى هذا ويستجيب. فهذه منن من الله سبحانه وتعالى. ودعني شيخنا الفاضل أنا أعرج قليلا وأذهب إلى زملائي في قبيلة الإعلام والإعلاميين، أن يأتي الحج دائما وتأتي الأعياد فهي يعني تضيف ما تضيف إلى أعباء العمل الإعلامي. وهنا كانت من الله منة من الله سبحانه وتعالى أن كنت أول إعلامي يوفد من الحكومة الحاكمة
في حج عام 1999 فقد شاركت مع كوكبة من الإعلاميين على مستوى العالم. يا سلام. قدمت الكلمة في من الأرض الحرام، وكانت لتلك المشاركة يعني حقيقة الإنسان يحس على أن هذه الدنيا وهذه أكبر منحة تعطى للإنسان. فكان يعني تلك المشاركة، أنا كلما جاء الحج فأتذكر تلك المشاركة، وكانت فضل من الله سبحانه وتعالى يا أن سلام. هيأت لنا تلك الزمرة الحاكمة. وكل ما جاء الحج يعني ألوذ بنفسي إلى تلك الذكريات. والأعياد طبعا يعني منة من الله سبحانه وتعالى، وفرصة للمراجعة، وفرصة للتوكل الحق على يعني هذا الإسلام الدين الحنيف، وإن الدين عند الله الإسلام. لا أطيل، ولكن أحييكم وأحيي زملائي قبيلة الإعلام الذين يعملون، والناس يعني يستريحون ويلهون ويستمعون ويغنون في هذه الأيام المباركات المتاح فيها ما لم يتح في الأيام الأخريات. وللحديث بقي شيخنا، يعني لا نطيل. بارك الله فيك أستاذ أحمد، وشكرا لك على هذا الطرح الجميل والذكريات يعني الجميلة والأشجان الطيبة. يا سلام يا سلام. جزاك الله خير. بارك الله فيك. لنا إن شاء الله تعالى عودة لك، وإذا أردت أن أيضا تستريح وتذهب سنعود إليك بعد قليل حتى يعني تودعنا يعني بمعايدة طيبة للشعب الإريتري في الداخل والخارج، وكذلك يعني تذكير للإعلاميين أمثالك ما دورهم في هذه الفترة. سنعود إليك إن شاء الله. حياكم الله مشاهدي الأكارم، وحيا الله الإخوة الطيبين الموجودين معنا في هذا اليوم المبارك، يوم عيد الأضحى المبارك. شيخنا الشيخ أبو عبد الرحمن موجود؟ السلام عليكم. الشيخ محمد عبدو، الشيخ محمد عبدو أبي عدي، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. وين رحت؟ للأسف الشديد الكاميرا ما عاد تشتغل الأمامية، وأنا كان بودي حقيقة يعني أحيي المتابعين عن طريق الصوت والصورة، ولكن للأسف الشديد ما اشتغل. لكن إن فقدنا الصوت والصورة لعلنا ما نفقد أصواتكم الجميلة. أعطينا أدعو بدلوك الآن في هذا العيد المبارك، عيد الأضحى لعام 1443. ماذا تقول للشعب الإريتري، وماذا عندك من الأحكام والتذكير بالله عز وجل؟ فأهلا وسهلا بشيخنا وحبيبنا وأستاذنا محمد عبدو أبو عبد الرحمن من أبي عدي. أسعدك الله يا شيخ والمشايخ والحضور جميعا. والمشاهدون آله وصحبه ومن والاه، أحمد الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى وفقنا للأيام الفاضلة التي لا يوازيها أيام، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنها أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كانت هي أحب إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيها، كان أحب إلى الله وأرضى إليه سبحانه وتعالى، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قبل أعمالهم ووفقهم. آمين. آمين. دهر لهم الأيام الفاضلة، أن الله سبحانه وتعالى مكن ويسر أن تردد حقيقة فضل عظيم، حيث أننا نخاطب شعبنا، نخاطب وكذلك نوصل لهم أصواتنا، ما قاله الله سبحانه وتعالى وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني إن صح لي أن أقول أنه عيدين بفضل الله سبحانه وتعالى، عيد الأضحى وأيضا عيد افتتاح هذه القناة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى.
إن كان من التذكير ما نذكر به، فهذه الأيام الله سبحانه وتعالى جعلها أيام فاضلة. حتى هذا اليوم الذي نحن فيه والأيام الثلاثة التي تليها كلها فاضلة عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا إن تقربت إليه فيها فإنك تكون حزت بفضل الله سبحانه وتعالى منزلة عالية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. فإذا خصها النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أو يذكر الله سبحانه وتعالى فيها، فإن كل السنة هي ذكر الله سبحانه وتعالى، أو الإنسان لا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن من هذا العام إن خصص أيام بذكر الله سبحانه وتعالى يدل ذلك على فضله بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نقول أن شريعة الله سبحانه وتعالى هي شريعة سمحاء، وأنها أتت لكي تجعل الإنسان المسلم وغير المسلم سعيد. لذلك إذا رأينا هذه الأيام التي فاتت كانت عبادة لله سبحانه وتعالى وقربة، وكذلك هذه الأيام عبادة لله بما فيها من الفسحة، فسحة تفرح مع أهلك وتجتمع بهم، بل وتفرح بالأشياء التي قد تكون في الشريعة غير مسموحة، وهي ضرب الدف، والصغار أنهم أو البنات الصغار يغنين في هذه الأيام الفاضلة أو هذا اليوم الفضيل. فشريعة الله سبحانه وتعالى أتت لكي تسعد الإنسان، فإذا اتبعها هذا الإنسان سعد في دنياه وآخرته. لعلي لا أطيل عليكم وأستمع لكلامكم وأستنير بكلامكم بإذن الله سبحانه وتعالى، وجزاكم الله خير. بارك الله فيك الشيخ أبو عبد الرحمن محمد عبده من عبي عدي، أهلا وسهلا بك، جزاك الله خير على هذه الكلمات الطيبات. نواصل الحديث مع مشايخنا وأساتذتنا، ونواصل أيضا ننتظر اتصالات المشاهدين والمشاهدات عبر الشاشة الموجودة 0244 ماني شايف 79 47 83 14 17. الرقم ما واضح يا جماعة، مالكم المرة دي حاطينه كذا بالشكل كذا تمام. طيب يا مشايخ، معنا الشيخ عبد العزيز عطا، شيخ المشايخ الشيخ عبد العزيز عطا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله ما شاء الله، منور. كانت الطاعات شديدة معك المرة هذه شيخ عبد العزيز، وجهك منور ما شاء الله. اللهم زيده يا رب نورا وتشريفا وبهاء، ولي الله. حياك الله. المشايخ ينتظرون إلى كلمتك بفارغ الصبر، وكذلك المشاهدين. فماذا تهدي لنا في هذه أو في هذا اليوم المبارك الذي سماه الله عز وجل يوم الحج الأكبر؟ الميكروفون بين يديك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ببدء أحييك فضيلة الشيخ برهان حبيب القلب وقرة العين، وأبدي اشتياقي الشديد إلى رؤياكم المباركة التي نتزود بها عاما كاملا. وكذلك أحيي سماحة الدكتور سلمان حسن سلمان، وإني لفي شوق إليه كذلك، فجعل الله أيامكم أعيادا مباركات دائما وأبدا. لا شك أن هذه الأيام أيام عيد، وإن كان يقول المتنبي كما لا يخفى على فضيلتكم: عيد بأي حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليتها بيد دونها بيد. فالأعياد أصبحت تتكرر، وأصبح الإنسان لا يكاد يجد لها طعما كما كان يجده في بلاده في غابر الأزمان. فالأعياد خاصة هنا كما نمضيه
بعد صلاة العيد الناس معظم وقتها تنام لأنها تسهر الليل، ثم تأتي في الليل تتقابل أسريا، يعني شيء بسيط. وأما نكهة العيد في إريتريا فله نكهة عجيبة عظيمة. حينما كنا صغارا بعد أن تؤدي الناس صلاة العيد ترجع إلى بيوتها فتنتظر الآباء أن يسوقوا إليهم بالذبائح، سواء كان غنما أو بقرا يشتركون فيه الأهل ليذبحوا، ثم يؤتى بالقلوى يا سلام وبغيرها من أنواع اللحم، ويكون الإنجراء جديد واللحم يعني طعمه لذيذ جدا. يا سلام. ثم بعد ذلك بعد أن يأكل الناس ثم نذهب نعيد كأطفال في بيوت الناس. هذا يعطينا حلاوة، وهذا يعطينا قرشا أو حركاما وغير ذلك من الأشياء التي كانوا ونمشي ولا شك أنه لا يوجد نوم بعد صلاة العيد، ليس هناك نوم، بل نذهب ونطوف في أسمرة من بيت الله في الحي الذي نحن به، وهكذا نشعر بالسعادة ونرجع ندخل نشرب عند هؤلاء ببيتا، ونشرب عند أولئك الأبعكي وغيرها من أنواع المشروبات اللطيفة الجميلة. ما زلت تذكر ببيتا يا أبو عبد الله؟ الحلاوة تم. ما زلت تذكر الببيتا؟ مشروب الببيتا يقولون إلى الآن موجود. نعم موجود هنا، يباع، تجده عند الإريتريين العطارين وكذا، والإثيوبيين يبيعون هذا الببيتا، ولا زلت أعشقه حتى الآن يعني. الله الله، مرتبط به ذكريات. وذكريات والله. نعم نبيذ. نعم. الدكتور حسن ما أدري يعرفه ولا ما يعرفه؟ لا أنا لا أعرفه. على الشيخ براني يعرفك به. نعرف الأبعكة. يقول لك نعرف الأبعكة. الأبعكة يعرفونه. الببيتا الببيتا يا أخي بس لذيذ يا شيخ عبد العزيز. يعني كانت أيام والله لذيذ يا أخي، طعمه لذيذ وشكله جميل. الببيتا طعمه لذيذ ولونه جميل وجذاب، يعني إلى الآن أتذكر طعمه والله في فمي. الببيتا يا سلام. أي والله. وله نكهة كأنه نكهة المينتا. منتا. نكهة النعناع. بالضبط نعم. أيوة نعم. ويأتي منه أخضرا وأحمرا، لكن الغالبية نحب الأخضر. أيوه هذا الذي نعرفه. نعم نعم. وقليل من يستعمل الأحمر. فكانت أيام لها طعم وحلاوة، وكان من عيد لعيد ونشعر بالسرور، نزور الأهل ونجتمع في بيت الجد، جدي لوالدي، نجتمع مع جدتنا ومع أعمامنا ونأكل ونشرب. ثم اليوم الذي نجتمع وين كنتم تذبحون الذبيحة أبو عبد الله؟ الذبيحة وين كنتم تذبحونها؟ في المسلخ ولا في البيت؟ لا في البيت. في البيت بس يأتون بالحراداي. يأتون بعامل أو سلاخ يذبحها ويسلخها ويأخذ الجلد، وأيضا يأخذ مكافأته على الذبح وتحجز. لا بد لك من الحج حتى تستطيع أن تجد. والأطفال والنساء والموجودين في البيت يعيشون هذا جو الذبح. بسم الله الله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويسكب الدم في داخل الكانشيلو. أيوة. اللي هو فناء الدار يعني. والنساء ينتظرن قطع اللحم تأتيهم مباشرة، يأخذون من هذا يقطعون وعلى النار فيعطوك الشيء. يا دوبك انتهى تلقى الإنجيرة والقلوة والصبح جاهز. نعم نعم. الله، كانت أيام جميلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها وأن يجمعنا جميعا في بلادنا.
اليوم عما قريب إن الناس شاء الله. يا شيخ عبد العزيز اليوم يعني مع الأسف، هو من جهة مع الأسف ومن جهة معذورين. يعني كثير من الناس اليوم يضحي خارج المنطقة الذي هو فيها، يقول لك أنا أرسل أضحيتي للمنطقة الفلانية والمنطقة الفلانية والناس أحوج هناك. هذا صحيح، الناس أحوج صحيح، لكن أيضا العبادة مطلوب منك أنك أنت تقف عليها و و نعم. و و و و وترى الدم وهو يسيل، وأيضا يعني تأكل منها وتهدي وتتصدق وتحيي هذه الشعيرة في بيتك وتشعر بأنه عيد. أما أنك توكل وتقول أنا وكلت من المنطقة الفلانية والمنطقة الفلانية، أنت لم تأتي بالسنة. هذه ليست بسنة، هذه حاجة فقط نفذت. وإذا كنت أنا مخطئ مشايخي موجودين ينبهونني فيها في هذا. وأنت لا واحد من أحسنت المشايخ. والله يا شيخ، أحسنت. بل الأفضل الإنسان إذا كان لديه فضل الخير أن يبعث لبقية الناس هناك، مثلا يبعث لهم ثم يذبح في بيته، لا يقصر في الذبح في بيته، فإنها شعيرة وهدي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوة عليه الصلاة والسلام عن أمته وحث الناس، حتى اختلف العلماء في وجوبه. فلا بد أن يؤدي الإنسان هذه الشعيرة في بيته ويقيمها حتى يعني يشعر بهذا الطعم الذي كنا نجده يقطع. حتى أبناؤه يشارك، خاصة إذا كان يستطيع أن يجلب الذبيحة في البيت ويذبحها بنفسه، فهذا جزاك حسن. الله خيرا. حان الآن موعد أذان المغرب في مدينة أسمرة، أذان العشاء في مدينة أسمرة. سنؤذن أذان العشاء إن شاء الله، ثم نعود إليكم مشاهدي الأكارم، فابقوا معنا. ألا حييت من عيد أتانا بعدما بانا، أتانا وهو مبتهج يزف الأنس ألوانا، أطل العيد مبتسما. حان الآن موعد صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أسمرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأحسن الأعداء وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له دينه كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد ألا حييت من عيد أتانا بعدما بان أتانا وهو مبتهج يزف الأنس ألوانا أطل. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأكارم، عدنا إليكم نرحب بالضيوف الكرام الذين التحقوا بنا لاحقا. أهلا وسهلا بشيخنا الشيخ أبو الرشيد محمد جمعة، كذلك نرحب بالشيخ ياسين أحمد الدين والميكروفون له. حيا الله الشيخ أحمد يا ياسين يا أحمد الدين عد قبراي، أهلا وسهلا ومرحبا، إليك الميكروفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله شيخ برهان والأخ والدكتور حسن، وأهلا وسهلا بالإخوة جميعا في كل مكان، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعلنا جميعا من المقبولين. آمين آمين. جزاكم الله خيرا. ما شاء الله تبارك الله، الإخوة أثروا البرنامج وأثروا الحلقة بكلماتهم الجميلة من الناحية الشرعية ومن الناحية حتى من ناحية الذكريات لم يبقوا لنا شيئا. جزاهم الله خيرا، مع أن ليس هناك لنا ذكريات في أسمرة للأسف، خرجنا صغارا ولا ليس عندنا مثل كمية ما شاء الله الإخوة الشياب الشيخ عبد العزيز. الله يجزاه خير. أثابكم الله. الله يحفظكم جميعا. بعض الأحكام يا ريتك تعرج عليها فيما يتعلق، أشار إليها الشيخ محمد عبده والشيخ حسن سلمان. أيام التشريق أيام أكل وذكر وشرب لله عز وجل، وذكر لله أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هذه الأيام بالنسبة للحاج هي كذلك، كذلك هل هي بالنسبة للمقيم أيضا يدخل فيها هذا؟ لو تفصل لنا شيئا من يعني من هذه الأحكام فيما يتعلق بذكر الله عز وجل، فيما يتعلق أيضا بالتوسع إلى أي حد ما نتوسع كذلك، يعني نحتاج التذكير في هذا، لأن الحقيقة نحن اليوم نريد أن نفرح، نريد أن يعني أن نتمتع بأعيادنا،
لا نريد حقيقة أن نتذاكر أو نذكر دائما الأحزان والأشجان، فإن الله عز وجل شرع هذه الأعياد للتوسع كما قال الأستاذ أحمد شريف الإعلامي المعروف بارك الله فيه. فما هو تعليقكم يا شيخ ياسين في هذا المجال؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. طبعا أيها الإخوة، بالأمس كنا في يوم عظيم من أيام الله، يوم عرفة، ذلك اليوم الذي لا يخفى على الجميع منزلته عند الله وعظم أمره عند الحجاج وعند المسلمين كافة. حتى إن ابن الأثير رحمه الله ذكر في كتابه التمهيد أن الشيطان يحث التراب على رأسه حين يدفع أهل عرفة إلى مزدلفة، فيأتيه الشياطين فيقول ما لك؟ فيقول أضللتهم 60 و70 سنة وفي لحظة واحدة يغفر الله لهم، أو كما قال رحمه الله. وثم بعد ذلك تلاه هذا اليوم العظيم وهو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، الذي قال عنه جمع من أهل العلم أنه أفضل من يوم عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وهذا في الصحيح. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يوم العيد وأيام التشريق عيد، قال عليه الصلاة والسلام يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وكما يعلم الجميع أن التكبير المطلق مستمر في هذه الأيام، يبدأ من يوم عرفة لغير الحاج، وللحاج من يوم النحر، ويستمر إلى آخر أيام التشريق. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام أنه لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فهذا يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن صيام هذه الأيام كما قال بعض أهل العلم يعني بتحريمه، وقال بعضهم بكراهته، إلا لمن لم يجد الهدي. فمعنى ذلك أن الإنسان يظهر في هذه الأيام الفرح والسرور، ويظهر ما معه من المأكولات والمشروبات، ويوسع على أهله ويفرح بهذه الأيام، فهي أيام عيد وأيام فرح. وكما نعرف ولا يخفى على شريف علمكم كما في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى الأحباش أو يلعبون بالحراب في المسجد، وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه كاد أن ينهى هؤلاء أن يلعبوا، فقال دعهم يا أبا بكر حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. هذه الأحاديث كلها وغيرها كثير يدل على أن هذه الأيام أيام أكل وشرب وتوسعة ولعب وإظهار فرح وسرور. يلبس الإنسان أجمل ثيابه ويخرج للعيد متعطرا، ويسلم على من يجد هناك في مصلى العيد أو في المسجد. وكما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب من طريق ويرجع من آخر. قال كثير من أهل العلم أن الحكمة في هذا أن الإنسان يعني يتعرض إلى أناس أو إلى إخوة له في هذا الطريق، وإلى إخوة آخرون وأناس آخرين من الطريق الآخر. وهذا يدل على أن الإنسان يجب أن ينشر المصافحة والسلام، ويفشي السلام والمباركة والتبريك على إخوانه المسلمين. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا قابل بعضهم بعضا في الأعياد يقولون تقبل الله منا ومنكم. هذه يا إخوان وغيرها من الأحكام التي لا تخفى على شريف علمكم
كثير منها يعلم بهذا الإنسان والمسلم أن الدين الإسلام ليس دين عبادة وجدية فقط، بل أيضا هناك فسحة، وهناك يعني نوع من اللعب المباح واللعب وإظهار بعض الدفوف أيضا للنساء وغيرهن، وهذا لا يخفى على الجميع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جاريتين يغنيان بغناء بعاث فنهاهن أبو بكر كما ذكرنا، وقال عليه الصلاة والسلام دعهم حتى يعلم يهود أو تعلم يهود أن في ديننا فسحة. هذا وغيره كثير أيها الإخوة، يعني لا نستحوذ بالحديث عن الشباب ونعطي المجال للمشاركة. طيب شيخ ياسين، جزاك الله خير على هذا البيان. نريد رسالتكم إلى الشعب الإريتري، رسالتكم إلى الشعب الإريتري بالتهنئة في هذه اللحظات. طبعا كل عام وأنتم بخير أحبتنا في كل مكان وفي إريتريا. نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام مرات عديدة وأزمنة مديدة في حياة سعيدة. نسأل الله أن يعني يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يجمع بيننا على خير. آمين. وأن يعني نقيم أعيادنا القادمة بإذن الله في بلادنا، في ربوع البلاد وفي ربوع أسمرة، في تلك الأماكن التي ولدنا فيها، ويعني خبر عنها قليل جدا. نسأل الله أن يعني يذيقنا بعض ما أذاق الشيخ عبد العزيز عطا وغيرهم من الشباب قبل أن نموت. جزاكم الله خير. يا مرحبا الشيخ الله ياسين يحفظك. أحمد الدين، كنت معنا. الله يثيبك يا شيخ برهان، الله يحفظك. بارك الله وجمعنا الله وإياكم إن شاء الله. حياكم آمين. الله. تحية عطرة للوالدين، تحية عطرة للجميع. أبشروا إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. بل أبشروا. تحياتنا لهم. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيدكم مبارك. مشاهدي الأكارم، كان معنا الشيخ ياسين أحمد الدين، والآن ننتقل إلى الشيخ الأستاذ أحمد شريف في رسالة أخيرة منه حول عيد الأضحى المبارك ورسالة الإعلاميين في ذلك، فليتفضل مشكورا. شكرا لكم أيها الأحباب الكرام. ورسالتي إلى زملائي في قبيلة الإعلام، أذكرهم أن الإعلام مسؤولية. الإعلام مسؤولية، هي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى في البدء، وهي مسؤولية كذلك أمام الأمانة التي تلقاها وتحملها الإنسان يعني. وهذه الأمانة عند الإعلاميين بالذات في هذا الزمن الذي فتحت فيه مجالات الفضاء الإعلامي، وأصبح كل من لا مهنة له أصبح يعني يتدخل في هذا العمل كغيره من المجالات الأخرى. لكن إن مسؤولية الإعلام مسؤولية كبرى في هذه الفترة التي نعيشها. وكما قال الشاعر: يد الإعلام تهدم ما نعلي، وهل يعلو البناء بالانهدام. هذا قبل أن تأتي تكنولوجيا المعلومات ويفتح المجال لمن هب ودب. ده أستاذنا فراج الطيب رحمة الله عليه، ذلك الشاعر العالم الفقيه النحرير يعني والمدافع عن شرف اللغة العربية ومكانتها، وهو العالم بكتاب الله عز وجل، قال هذا الكلام قبل أكثر من ربع قرن. أستاذ شيخ أحمد، نعم. سنطلع فاصل ونعود إليك إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طل العيد مبتسما يحيي اليوم أوطانا، وعاد لنا ليومنا تحيات وعرفانا. ألا حييت من عيد أتانا بعدما بانا، أتانا وهو مبتهج يزف الأنس ألوانا. أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله وأكبر، الله أكبر ولله الحمد. صلوا على النبي. صلوا على النبي. الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أكبر الله أكبر لله الحمد. عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد أتانا بعدما بنى أتانا وهو مبتهج يزف الأنس ألوانا. مرحبا الأستاذ أحمد شريف، حياكم الله. نواصل الحديث حول جهود الإعلام ما ينبغي والمعذرة على المقاطعة. نعم، جزيتم خيرا شيخنا الشيخ برهان، والتحية لكل المتداخلين. كنت أتحدث فيما سبق أنه عن مسؤولية الإعلام، وأشرت إلى فضيلة الشاعر والعالم المجاهد فراج الطيب السراج رحمة الله عليه وعلى والده السراج. آمين. يعني في قصيدة كتبها قبل 25 عاما بيقول: يد الإعلام تهدم ما نعلي، وهل يعلو البناء بالانهدام؟ وباسم الفلكلور نعيد جهلا مشاهد من رذائلنا القمام، وباسم الفن كم باعت رجال كرائمها ببخس من حطام. قال ذلك قبل ربع قرن، واليوم تكنولوجيا المعلومات فتحت المجال. الآن الفضاء المفتوح، فالرسالة الإعلامية هنا تتعاظم مسؤوليتها أمام من يقوم بالرسالة ومن يتوجه إلى أولئك الجمهور المستهدف أيا كانت الرسالة، إذاعة، تلفزيون، صحف وما إلى ذلك. ونحن كمسلمين علينا أننا نتحمل المسؤولية، الأمانة التي تحملها الإنسان عن جهل منه أو المعرفة. ومسؤولية الإعلام هي مركبة وفيها أكثر من مجال، وبالتالي هنالك نظريات في الإعلام الإسلامي. الإعلام يتحرك من خلال ضوابط، وهذا ما تقوم به قناة سلام الإعلامية، ولذلك أشرف أن أتعامل معها وأقوم بما أستطيع به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لي من أمري رشدا. ولذلك الإعلام ونحن أيضا في قناة سلام نشرف بك أستاذ أحمد، نحن نعتز والله أنا أتشرف، فأنت قامة من القامات، وحقيقة يعني رجل إعلامي، وكذلك يعني لك مكانتك ونقدرك جزاك الله يعني خير. قدرك، بارك الله فيك. جزاكم الله خير يا سيد. فأواصل شوية قليل، يعني دقيقتين ثلاثة إن شاء الله. ولذلك الإعلام المنطلق من ضوابط إسلامية، وهذه ما تتميز به القناة، وليس ذلك مبالغة أو يعني نفاقا فيما أقول. وأنني حقيقة أقول في هذا اليوم، وهذا يوم الناس برضو تنشرح فيها وتقول ما عندها، مارست العمل الإعلامي في أكثر من مجالات ولسنوات طوال يعني. ولكن ما أقتنع به كإنسان مسلم أعتز بديني ولغتي وثقافتي وفكري ورسالتي في هذه الحياة، أنا أتنفس ما أؤمن به عبر هذه القناة، على الرغم من أن أدير في أكثر من قنوات، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يديمه
بيننا وبينكم، لأن الإنسان في نهاية المطاف هو محاسب على ما يقدم. وأعتقد أنه يعني إلى حد ما، أنا لا أقول قدمت كل ما عندي، ولكن بدايات هذه البشائر أنا في تقدير، وإن شاء الله لنا الكثير الذي سنساهم به في العمل الإعلامي، انطلاقا من القيم الإسلامية التي نحملها كرسالة ومسؤولية الإعلام. لأننا حقيقة أنا كأحمد شريف ساهمت في إعلام لا أؤمن برسالته كثير، إعلام الزمرة الحاكمة في البلد المسجون، وبالتالي كنا نمارس شيئا من أشياء يعني بعيد عن قناعاتنا، حاجات كثيرة ولا أزال في جزء منها، ولكن لله الحمد من قبل ومن بعد. أنا اليوم في كل وسيلة أطلع بها أذكر الله سبحانه وتعالى، أقول على الأقل في القنوات التي أعمل بها أقول بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه القناة أقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، علما بأنني في يوم من الأيام استجوبت من مدير عام الإذاعة فقط لأنني كنت أقول، فاستدعاني مدير عام الإذاعة فقال لي: أنت يا سيد شريف تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ما هذا الكلام يعني؟ قلت له: يا أخي هذه طبعا لا أستطيع أن أقول هذا ديني وهذا. قلت له: هذه اللغة التي أتحدث بها هي هكذا تبدأ للمشاهد والمستمع والمتحدث. فإذا كنت أمارس العمل الإعلامي فيما سبق من سنوات فقط لأن لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم، حتى بأفواههم والله متم نوره. نعم. أي والله. ولذلك وفي يوم من الأيام يا شيخنا كان في بيان صادر بين اليمن وإريتريا أيام حانش، فصدر البيان من الجمهورية اليمنية مبدوء بسم الله الرحمن الرحيم، وأعطيت أن أقرأه على الإذاعة كبيان رسمي صادر بين الدولتين، لأنه كنت بقرأ الحاجات الرسمية. فإذا به قبل أن أخرج على الهواء يعني حاولت أستوضح يعني عشان ما نؤخذ على غرة مما نقرأ يعني، وهو بيان ما صادر عني أنا، صادر من جهة رسمية للدولتين. فاتصلت بمدير عام الإذاعة، وزير الإعلام ساعتها كان السيد أحمد طاهر بادور، وأنا أحييه من هنا، وهو في عالم يعني لا يحسد عليه اليوم سبحان الله، لكن موجود داخل البلد وأحييه وأتمنى له السلام. فاتصلت من مكتب الوزير أقول له: يا سيد الوزير، أيوه هذا البيان الذي أعطيته بادئ ببسم الله الرحمن الرحيم. شوف إلى أي مدى كان ذلك الإعلام الذي أنا أقدم ملامح لما كنا نمارسه من عمل إعلامي وما تتميز به هذه القناة بكل صراحة ووضوح. فقلت له: بادئ بسم الله الرحمن الرحيم، هل أبدأه من أول كلمة ولا؟ قال لي وسبحان الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسامحنا يعني، فقال لي: خلي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إيه يا أستاذ؟ خش من تحت بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الإعلام الذي كنا نمارسه فيما سبق. اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى يعني ربنا يعني نكفر عما أنا أقول هكذا. طبعا ما كانت مسؤوليتنا، نحن كنا نمارس وكنا أصحاب رسالة حقيقة والله العظيم، دخلناها كما وخرجنا كما دخلناها. طبعا لم نتمكن أن نقدم يعني كل ما نقتنع به ونؤمن به، وكنا في رباط. وأنا والله أؤكد على أن الذين في الداخل هم في رباط وفي جهاد. يعني كنا نحن في زمن من الأزمان داخل الوزارة، فضيلة الشيخ برهان والدكتور حسن سلمان والمشاهد الكريم والشيء بالشيء يذكر، كانوا يكفلوا الماسورة التي نتوضأ منها، يكفلوها إذا شاف واحد قاعد يتوضأ منها يغلقوها اليوم الثاني. لذلك أنا أقول أيها الإعلاميون الذين خرجتم من البلد وكنتم إعلاميين حقيقيين، يعني على الأقل قولوا خيرا للناس، اطلعوا قولوا تحدثوا بما تؤمنون به. نظرية العمل الإعلامي قائمة على الفكر الإسلامي. هذه النظريات الغربية التي كثرت فيها النظريات هو تحريف للأشياء ومرتبطة بالمفهوم الحضاري للمجتمع الغربي وما إلى ذلك. نحن كمسلمين والله هذا القرآن الكريم اللي هو دستور الأمة فيه كل نظريات العمل الإعلامي لمن أراد أن يتدبر ويريد أن يمارس المهمة الإعلامية. ولذلك أذكر زملائي والإعلاميين الذين يعملون إذا أتيحت لكم المجالات في أن تقدموا في هذه الرسالة فقدموا ما تؤمنون به وفق العقيدة وفق الشريعة وفق الإيمان الذي، لأن العمل الإعلامي ربنا سيسألكم منه في المستقبل. أنت لا يمكن أن تقدم أن تلقى ربك يوم القيامة
بمجموعة برامج وشعارات في حساب الآخرة ليس لها شيء يعني. حتى هذا المفهوم الوطن الذي نناضل من أجله ونتحدث فيه سياسيا هنا وهناك بالقيم الدينية، نعم الأوطان يعني حتى الذي يموت دفاعا عن أرضه ودينه وعرضه هو شهيد حتى وطنه، لكن في نهاية المطاف الأوطان التي لا تستطيع أن تقيم بها أركان وركائز دينك وقيمك، هذه الأوطان ينبغي أن الناس تخط في علامة استفهام وتعمل وفق ذلك المفهوم. أنا لا أنكر قيم الأوطان، وإن كانت هذه الأوطان والحدود هذه حدود استعمارية وهمية، أنا أقول دائما لا أؤمن بها، لكن برضو منوط بنا أن ندافع عن قيم معينة، قيم وطنية لنقيم فيها ما نؤمن به عقيدة وشريعة وإيمان. في الأخير شيخنا، هذه الوجوه التي كنت أراها في الفيديو الذي كان في الفاصل، والله لهم الرحمة لمن توفوا. أنا أعرف أشخاص كثر مما كانت يلهجون به ويكبرون به يعني، فعدد منهم يعني، وكان والله يعني من ينظر إلى العاصمة رغم كل الحصار المضروب على المسلمين في البلد ورغم كل التهميش والاستهداف، إلا أن هناك أشخاص مرابطون، ولذلك نحن نتوجه إليهم. ومن ينظر إلى تلك الشعائر وتلك الهيبة والمشهد الإيماني الكبير يقول إن البلد إن شاء الله ستتحرر في يوم من الأيام، وتلك أيام يعني باقيات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم أود أولئك وينصرهم على أعدائهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأنا والله سعيد غاية السعادة أن أشارك سماحتكم وعلماء أجلاء لأدلي بدلوي المتواضع البسيط. الله يجزيك خير على هذه المشاركة الطيبة وعلى هذه المشاعر الطيبة. الله يجزيك خير. يعني إن شاء الله تعالى ما تقدمه في هذه القناة وما تقدمه في قنوات أخرى بإذن الله تعالى يكون مساهمة لما يعني يكون مساهمة في مجال الإعلام، مساهمة في موازين حسناتك، وكذلك إن شاء الله ما نقص في تلك الأزمان تكملها هنا إن شاء الله ويحسب لك ولزملائك. فبارك الله فيك ونفع الله بك. الأمة الإريترية تفخر بك أستاذ أحمد ونفخر بك جميعا، ونسأل الله تعالى أن يحفظك ويزيدك من فضله ويرفع درجتك في الدنيا والآخرة. مشاهدي الأكارم، جزاك الله خير. طيب، معنا اتصال من عبد الرحمن برهان. تفضل أبو عبيدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أبو عبيدة، تفضل. معك 30 ثانية، تفضل. طيب تمام. أول شيء أحب أهنيك يا أبو الغالي وسيدي بعيد الأضحى المبارك، والعام وأنتم بخير، وأهنئ الأمة الإسلامية عامة والشعب الإريتري خاصة بهذا العيد المبارك، ونقول لهم أسأل الله تعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال وصيام يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك. ويعني تهنئة خاصة لكل العاملين في هذه القناة المحبوبة، وتهنئة أيضا دكتورنا الغالي دكتور حسن، كل عام وأنتم بخير. والله يعني العيد هذا على يعني كل ما مرينا به من يعني أحزان الفترة الماضية، إلا أن هذا العيد هو عيد فرحة وعيد سرور، فنسأل الله تعالى أن تعم الفرحة والسرور على كل الشعب الإريتري قاطبة آمين داخل والخارج. وهذه كلمة به، وكل عام وأنتم بخير. شكرا لك أبو عبيدة، كل سنة وأنت طيب، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونشكرك على مشاركتك بهذه التهنئة. معنا اتصال آخر، الأستاذ خالد نور. أستاذ خالد نور، يا مرحبا. طيب دكتور حسن، رسالة أخيرة توجهها للشعب الإريتري مع تعليق بسيط حول لماذا كانت الأعياد بعد موسمين من العبادة، موسم الإفطار وموسم الحج. نعم، أولا
أجيب على الأخير ثم نهني إن شاء الله شعبنا الأريتري في كلمة أخيرة. حقيقة أنا أعتبر بالنسبة للأعياد هي حالة من التنفيس والفسحة بعد موسم من الجدية والعبادة، وفي نفس الوقت تأخذ منح الهدية. يعني تجد الناس في صيام فيه تعب، فيه جدية، فيه قيام، فيه كذا، فهم مع هذه الفترة الطويلة في عالم الروح يكون هنالك ضغط على عالم الجسد وعلى عالم البدن، والإسلام سبحان الله يعمل على إشباع الروح والبدن في نفس الوقت. فتأتي سبحان الله الأعياد جامعة للأمرين معا، ولكن مع إعطاء الجسد شيء مما حرم منه خلال الفترة التي عاشها سواء في فترة الحج أو في فترة الصيام. وتظهر هذه العبارة سبحان الله عبارة النبي صلى الله عليه وسلم: ليعلم يهود أن في ديننا فسحة. هذا المعنى يجب ألا يغيب عندنا. للأسف الشديد كثير من الناس تجده يقتل روح الفسحة هذه. فسحة في الطعام، فسحة في الشراب، فسحة في الملابس، فسحة في الفرحة، فسحة في الزيارات، فسحة في اللقاءات. وهنا طبعا أحيي الحبشة، يعني سبحان الله أبرزوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معنى اللعب. يعني يبدو لي والله أعلم كأنما العرب كانوا إلى الجدية أقرب منهم من الأحباش. الأحباش كان صورة اللعب عندهم حاضرة. فعائشة رضي الله عنها لما تروي أنه والله الحبشة كانوا يلعبون، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا طبعا يستحضر معنى الفسحة وفي مسجده عليه الصلاة والسلام. وفي معنى أعمق سبحان الله، وهو أن الإسلام في عهده عليه الصلاة والسلام رغم أنه انطلق من الجزيرة العربية مكة والمدينة، ولكنه كانت بداية استيعاب الثقافات المختلفة وفقا لمنظوره. يا سلام. فيعني الحبشة يأتوا بما عندهم، ولكن يؤطره النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يخرج عن الشعائر. فهذا المعنى أنا في تقديري حاضر جدا في موضوع الأعياد، وهو كما ذكرت هدية من الهدايا ومكافأة من المكافآت، لأنه سبحان الله عندما يؤدي الإنسان ما طلب منه وبعد أن يتمه الله سبحانه وتعالى يكافئه. فمثلا إبراهيم عليه السلام الله عز وجل يقول: وإذ قال إبراهيم، آية البقرة، فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. لاحظ يعني سبحان الله بعد تمام الكلمات، ومنها طبعا هنا في هذه كما يذكر بعض المفسرين من هذه الكلمات التي أخذها الله على اللي هو موضوع الفداء: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تفعل. فلما أتمها وصدق مع الله في كل الخطوات الله عز وجل كافأه: إني جاعلك للناس إماما. فهذه سبحان الله هذه المعاني يجب أن لا تغيب عن الأعياد عندنا بشكل أو آخر. بالنسبة لشعب الأريتري حقيقة أولا يعني في ختام هذه يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول في شأنه: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. نعم، أنا أوحينا إليك. نعم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم انه افضل من ابراهيم. نعم. لكن الله عز وجل وجهه ان اتبع. نعم. ووحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يا سلام. هذه سبحان الله طبعا القرآن الكريم فيه تجليات قرآنية عظيمة جدا، تجليات وهدايات، وكأنما سبحان الله وأنت ترى القرآن يركز على الحالة الإبراهيمية التوحيدية الحنيفية، كأنما يبطل كل أشكال التطبيع التي نراها الآن، وكأن الأمة مدخل من مداخل ضلالها والعياذ بالله. هذا النوع من التلبيس الذي يريد البعض الآن أن يدخلنا فيه. الله عز وجل يعني ينفي عنه اليهودية وينفي عنه النصرانية ويثبت له الإسلام، ونحن نريد الآن أن نجمع كل هذا الذي هذا الانحراف. نريد أن نقول بأنه والله ديانة إبراهيمية تجمع بين الإسلام والنصرانية واليهودية، والله عز وجل يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم. إذن اتبع هذه الحنيفية. فنحن وغيرنا نلتقي على هذه. رسالتي للشعب الإريتري من هذا المنبر، منبر السلام، هو أن نقول لشعبنا يعني تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عامنا هذا والأعوام القادمة إن شاء الله أعوام خير وبركة وتمكين ونصر وهداية. ونحيي شعب الداخل تحديدا كما ذكر الأخ أحمد شريف. حقيقة شعبنا في الداخل في رباط عظيم،
في رباط عظيم، يعني أن تثبت في هذه البيئة وأن تعلي شعائر الله سبحانه وتعالى من صلوات وصيام وحج وزكاة وتلهج بذكر الله سبحانه وتعالى، وأنت فعلا في هذا. أنا أعتقد هذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وددت لو رأيت إخواني. قال: أولست إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين يأتون. قال: القابض على دينه كالقابض على جمر. فنحن حقيقة نحيي شعب الداخل بشكل كبير، ونحيي كذلك الجاليات الإريترية المسلمة في كل مكان، ونحيي عموم شعبنا الإريتري في كل الجاليات وفي كل البقاع، ونقول لهم: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الأعوام القادمة في بلادنا، ونحن نقوم بهذه الشعائر على أتم وجه وعلى أكمله، وننسى على الأقل هذه الذكريات. نقول دائما نحن في غربة، والأعياد في الغربة لها مرارتها، لا تكاد مثلا تجد المعنى الذي كنا نجده اللي ذكر أخونا يعني عبد العزيز عطا فيما يتعلق بالأقرباء والأهالي والبيوتات والمعاني نفسها. كل شعب له ثقافة، وكل شعب له عادات، له تقاليد لن تجدها بطبيعة الحال في البيئات الأخرى. فحقيقة الأعياد في الأوطان طبعا لها طعم خاص ولها بيئة خاصة، ونحن إن شاء الله يعني نقول حتى وهم أهالينا وهم في خارج أوطانهم عليهم أن يحافظوا كذلك على هذا التراث الذي يعبر عن هويتهم ويعبر كذلك عن تقاليدهم وعن عاداتهم. والنقطة التي لفت إليها في حقيقة مهمة جدا، وهي قضية أن الإنسان لا يقتل روح العيد بعدم إحياء هذه المعاني. أنت أمام أطفالك محتاج أن يروا الأضحية، محتاج أن يعيشوا المعنى هذا الذي تكلمنا عنه، لكن لما ترسل الأضحية فعلا صحيح هو ينظر إليها من زاوية التعاطف مع الفقراء المساكين، لكن علينا أيضا أن لا نقتل معنى العيد بالذات ومعنى الشعائر أن تستحضرها الأسرة وتستحضر معانيها. هذه مهمة جدا حتى لا يكون بعد فوات أوان، حتى لا يعرف الإنسان مثلا ما قيمة الذبيحة، ما قيمة الهدي الذي يقدمه لله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير يا شيخ حسن سلمان، والشكر موصول لجميع مشايخنا وأساتذتنا، الأستاذ أحمد شريف من أستراليا، والشيخ ياسين أحمد دين من الرياض، وكذلك الشيخ عبد العزيز ومحمد عبده كله من الرياض. وكنا نتمنى أن يبقى معنا الشيخ أبو رشيد من لندن. جزاكم الله خير جميعا، وبارك الله فيكم. على المتصلين أبو عبيدة من داخل اسطنبول، شكرا لكم، وشكرا للمشاهدين الأكارم الذين تابعونا في هذه الحلقة المباركة. ونقول أيضا لجميع الشعب الإريتري الموجود في أنحاء العالم، وخاصة الموجودين في الداخل، نقول لهم كل عام وأنتم بخير، وتابعوا قناة سلام فقد عادت إلى الفضاء ولله الحمد والمنة، وهذا من فضله منه كرم. ونسأله تبارك وتعالى أن يثبتها وأن يوفقها وأن يقويها بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. مشاهدي الأكارم، أكرر الشكر والتقدير لكم بهذه المتابعة، وأقول كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وإن شاء الله وبمن الله عز وجل وقدرته العام القادم سنبث هذه الأعياد من داخل بلادنا، وما ذلك على الله بعزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليأمرنا تحيات وعرفانا، ألا حييت من عيد أتانا بعدما بانا، أتانا وهو مبتهج يزف الأنس ألوانا، أطل العيد مبتسم. الله